السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا مشاهدينا متتبعينا الأفاضل، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد وجولة جديدة عبر قناتكم. وكيف ديما وكيف ما كنوعدكم في الفيديوهات ديالنا السابقة، مازال غادي نجولو وغادي نطوفو بكم بطبيعة الحال مختلف مدن المملكة، وكذا بمختلف العواصم العالمية، وكذا في مختلف القارات بطبيعة الحال، باش نوريكم مختلف الثقافات وتعدد الأماكن اللي ممكن الإنسان يجي يشوفها، قصد الاستجمام وقصد التقاط الصور والفيديوهات، وكذلك لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، سواء في العطلة أو لا في الأعياد والمناسبات. وهذه المرة رجعنا للمدينة العزيزة والغالية على القلوب ديالنا كمغاربة بطبيعة الحال، وحتى الأجانب من السياح المقيمين بها أو المقيمين بالمغرب، وكذا المتوافدين من خارج أرض الوطن. بطبيعة الحال مدينة مراكش الحمراء، اللي صراحةً حكموها المرابطين، وكتبقى بطبيعة الحال بوابة ممتعة، لا من النواحي ديالها ولا حتى في داخل المدينة، من ناحية المعالم وكذا من ناحية الأماكن اللي ممكن الإنسان يجي يشوفها، من مطاعم، من متنزهات إلى آخره. لكن هذه المرة مشينا لواحد الناحية بطبيعة الحال بنواحي مدينة مراكش، اللي صراحةً كتعتبر قبلة، وبطبيعة الحال واجهة مختلفة على المدن الأخرى، لأنها تواجدت في الجبال ومحيطة بها بطبيعة الحال بالجنوب، وكذا الناس طيبين بها، لا من ناحية اللي كيشتغلوا في المطاعم وكذا الناس القاطنين بها. إنها منطقة أوريكا، أولا بالأمازيغية يوريكا. إذا كيف ما تشوف العنوان ديال الفيديو، أن منطقة أوريكا هي بطبيعة الحال جماعة قروية تابعة لإقليم الحوز، يعني بنواحي مراكش، وهي واحد المنتزه طبيعي، لأنه كيتميز بالشلالات الخلابة والهضبات الخصبة وكذا الجذب السياحي المتميز. وكتمركز فيه بطبيعة الحال في المنطقة بالعديد من المحلات التجارية اللي كتساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد ديال هذه المنطقة. ومن أهم المميزات الأخرى لمنطقة أوريكا، كاين واد أوريكا وشلالات سيتي فاطمة، وكذا الجبال الغنية عن كل تعريف، اللي كتكون مكتظة بالسياح وكذا المغاربة اللي كيجيو يمارسوا فيها بطبيعة الحال رياضة التزحلق على الثلج في فصل الشتاء، جبال وكاين. إذا فكل هاد المميزات كتخلي المنطقة ديال أوريكا تعُج بالزوّار في مختلف الفصول، سواء في فصل الربيع أولا فصل الشتاء أولا فصل الخريف وكذا فصل الصيف. فبالنسبة لمنطقة أوريكا كيخترقها كيف ما أشرنا سابقًا نهر أوريكا، اللي هو واحد النهر صغير منحدر يجري في واد يحمل نفس الاسم. بطبيعة الحال هاد النهر ينبع من جبال الأطلس الكبير إلى الجنوب الشرقي من مراكش في وسط المغرب. فبالنسبة لأوريكا، وبطبيعة الحال على غرار أغلب مناطق المملكة، فكتمتاز بواحد الطابع، واحد الموروث ذاتي ثقافي محلي معروف، لأنه على غرار الجبال اللي ذكرنا وكذا النهر اللي كيمر من الجانب ديال أوريكا. فاللي كتميز بيه بزاف هو الطبخ المغربي الأصيل. فإلا مشيتو لأوريكا ضروري ما تزوروا بطبيعة الحال المطاعم الموجودة أمام الجبال، جبال الأطلس المتوسط. بطبيعة الحال الأكلة الشهيرة اللي كتمتاز بها أوريكا هي الطاجين. بطبيعة الحال الطاجين رائع جدًا، وكيتميز بمكونات مغربية أساسية رائعة، كتخلّي السياح أنهم ينغمسوا في المناظر الطبيعية وكذا الاستمتاع بالثقافة المغربية. وهذا الشيء راجع بطبيعة الحال للإقبال الواسع والكبير من طرف السياح المغاربة والأجانب اللي كيتوافدوا تقريبًا كل سنة
باش يستمتعوا بهاد المناظر الطبيعية الخلابة بالتنوع ديالها وبالأصالة ديالها، وخصوصًا حوض أوريكا اللي كيطل على الشلالات بطبيعة الحال شلالات سيدي فاطمة، وبطبيعة الحال الحدائق النباتية ديال أوريكا. يعني هاد التنوع ديال المنتوج السياحي الثقافي المغربي لازم أننا نحافظوا عليه كمغاربة وكأجانب. صراحةً لازم أنكم تجيو لأوريكا، لأنها كتعطي واحد الانطباع بأن المغرب كيزخر بالثروات الطبيعية والمناظر الطبيعية الخلابة اللي كتخلي الإنسان يعيش في واحد البيئة أخرى بعيدًا عن الضجيج ديال المدينة، وكذا باش ينسى الهموم ويهرّس الروتين اليومي. فالناس اللي غادي يجيو لأوريكا لازم أنهم يستمتعوا بزاف ديال الأنشطة، منها القنص السياحي وتسلق الجبال والرحلات الاستكشافية، يعني باش هذا الموروث يبقى مستمر على طول السنة وعلى طول الأعوام المقبلة من جيل إلى جيل للحفاظ عليه، لأن الثقافة المغربية ديالنا كتزخر بزاف ديال الأماكن وبزاف ديال الأنشطة اللي خاصنا نحافظوا عليها، واللي غادي تنمي لينا بطبيعة الحال السياحة الداخلية. فبالنسبة للطريق ديال أوريكا، إلا خرجتو من مراكش عند باب إغلي في اتجاه سهول الحوز غادي تفوتوا 20 كيلومتر بطبيعة الحال، وغادي يبان لكم السهول الخضراء اللي كيغطيها بطبيعة الحال باللون الأحمر، وكذا واحد الغطاء نباتي متكون من أشجار مثمرة كالزيتون والجوز والمشمش، اللي كيعطي واحد المنظر ربيعي بطبيعة الحال وطبيعي راقي بامتياز، فضلا عن تواجد الشلالات وكذا النهر بطبيعة الحال نهر أوريكا الشهير. صراحة هاد الجولة كانت رائعة بصحبتكم مشاهدينا بجبال أوريكا، وكذا من خلال الأماكن اللي زرناها وذكرناها في الفيديو. وهكذا كتنتهي الجولة ديالنا. صراحة ما سهيناش بكم لأننا كنستمتعوا معكم باكتشاف واستكشاف مختلف المناطق سواء بداخل أرض الوطن وكذا خارج أرض الوطن. وكيف العادة إلى عجبكم الفيديو ديالنا ما تنساوش تضغطوا على زر لايك، سبسكرايب، تابوناو معنا في لاشين، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم مع العائلة ديالكم، وقولوا لنا في أسفل التعاليق كيف جاتكم هذه الجولة السياحية الرائعة بامتياز في جبل أوريكا بطبيعة الحال بمنطقة الحوز بنواحي مدينة مراكش. شكرا لكم على التتبع، إلى اللقاء.